لو بتحاول تزيد اكبر كتلة عضلية في اقصر وقت يبقى الفيديو ده ليك. بقولك على 5 وصفات او 5 اكلات تكون في نظامك الغذائي هيغيروا لك النتائج 180 درجة. كمل الفيديو معايا لغاية الاخر عشان تعرف ايه هو. بص، احنا النهارده الحلقه بتاعت النهارده انا هقسم الحلقه على 5 وجبات. 5 وجبات ده لافضل نتائج. لو انت ما قدامكش غير ان انت تختار 3 بس، هتختار اهم حاجه رقم 1 وجبه الفطار، ويليها وجبه اللي قبل التمرين، يليها الوجبه اللي بعد التمرين. تمام، دول يعتبر اهم 3 وجبات لازم تدخلهم. لكن لو انت عايز تحقق زياده اكبر تبدا تدخل الاتنين التانيين. تمام، كلام جميل. اول وجبه وهي وجبه الفطار، افضل 3 حاجات تعتمد عليهم بعد ما تبقى لسه صاحي من النوم. جسمك بيبقى عطشان بروتين، جسمك بيبقى عطشان كارب. فافضل وجبه تاخدها في الفطار هتبقى مكونه من بيض وشوفان وفواكه. دول افضل 3 عناصر تحطهم في وجبه الفطار، هيفيدوك جدا. الشوفان كارب بطيء، كارب معقد، هياخد وقت في الهضم. البيض فيه بروتين حيواني، الشوفان فيه نسبة بروتين جيدة. تاني وجبة انا شايف انها يعتبر من اهم الوجبات اللي لازم تبقى موجودة في نظامك الغذائي، الوجبة اللي قبل التمرين. هي دي الوجبة اللي بتبقى معتمدة عن ان انت هتأدي كويس في التمرينة ولا هتروح هتبقى حاسس نفسك خملان وهمدان ومش هتقدر تتمرن. تمام، وجبة قبل التمرين دي تفضل تدخل اي حاجة بتزود من ضخ الدم. عايزين مثلا في حاجتين مسؤولين عن ضخ الدم، عن زيادة ضخ الدم او توسع الاوعية الدموية. عندك ال ارجينين، عندك السترولين. ممكن تجيبهم على هيئة مكملات وممكن تدخلهم من الاكل الطبيعي. عندك الاكل الطبيعي اللي فيه ارجينين، عندك البنجر، ممكن تدخل بنجر، ممكن تدخل بقدونس، ممكن تدخل بطيخ، ممكن تدخل رمان. كل ده هتلاقي فيه ال ارجينين وفيه سترولين. تمام، دي الوجبه اللي قبل التمرين. لو انت ما عندكش بال طويل ان انت تجيب بنجر او تجيب بقدونس او ما بتحبهمش، يفضل ان انت تجيب مكمل من الصيدليه فيه ال ارجينين وفيه سترولين. في ال ارجينين لوحده وفيه سترولين لوحده، وفي مكمل لسه طالع جديد، الاتنين دمجنهم مع بعض. يجي بقى عند تالت وجبه اللي هي بعد التمرين. افضل وجبه بعد التمرين رز وصدور فراخ. ويا سلام بقى لو دخلت معاها مثلا حبة سلطة، حبة أي خضار موجود عندك، تبقى دي وجبة كاملة متكاملة، فيها بروتين، فيها كارب، فيها فيتامينات. ولو يفضل إن أنت تحط معلقة زيت زيتون أو أي دهون صحية مع الوجبة دي عشان تكون وجبة متكاملة. نيجي بقى لرابع وجبة وهي تعتبر وجبة خفيفة. رابع وجبة دي ممكن نعتبرها بندخل فيها فيتامين او معادن للجسم، الجسم بيبقى محتاجها. تمام، الوجبه دي متاح فيها ان انت تدخل فيتامينات، متاح فيها ان انت تدخل فاكهه، متاح فيها ان انت تدخل مكسرات، متاح فيها ان انت تدخل دهون صحيه، متاح فيها ان انت تدخل اي حاجه بسيطه، متاح فيها تدخل زبادي يوناني، متاح فيها تدخل اي حاجه بسيطه او كارب بسيط، متاح فيها تدخل بطاطا. واخر وجبه معانا الوجبه الخامسه، احب يفضل انها تعتمد على بروتين كازيين. يعني ايه؟ طبعا الناس كلها مش عندها الامكانية انها تجيب بروتين كازيين، فالناس كلها مش مقتدرة انها تجيبه. هنعمل ايه؟ هنجيب جبنة قريش، هتدخل لي جبنة قريش مثلا مع توست، مثلا مع بيض، مع اي حاجة. المهم يبقى اخر وجبة دي يبقى موجود فيها جبنة قريش. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. شوفوا لو عايزيني اعمل جزء تاني عن الموضوع ده عشان الجزء الاولاني عجبكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات للبرامج المخصصة. سايب لكم الرقم بتاعي تحت، ابعت لي رسالة دلوقتي، ابعت لي كلمة تدريب، هبعت لك كل التفاصيل والتحولات كلها قدامكم اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.